اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة محتاسة، وانا مريم المحتاسة نفسها. خلصت قص كل قطع القماش بتاعه الميك اب باج، ولسه بقول يس هقعد على المكنه. افتكرت ان انا ما خيطتش البطانه، ما قصيتش البطانه ولا قصيت الفايبر، فتقريبا في قد عدد اللي انا قصيته ده مرتين كمان، نفس الكميه من البطانه ونفس الكميه من الفايبر.
وكمان البطانة هتتعمل على قطعتين مش قطعة واحدة. انا حزينة، انا طول اليوم النهاردة بقص. ده منظري بعد ما خلصت قص الفايبر، قطع الفايبر كلها. بتفرج على اشتري مني حلقة احمد عصام السيد، و دي القطع اللي انا قصيتها قماش وفايبر. عايزة اتكلم معاكم شوية من غير بقى لايتنج ولا احط ميك اب ولا اي حاجة، عشان مش قادرة بصراحة، مرهقة جدا. انا كنت عايزة اكون بصور كل حاجة بعملها في المنتجات اللي انا عايزة انزلها في البيزنس بتاعي. ومع الخوص مثلا بدأت اصور خطوة بخطوة، لكن مع القماش والقص لقيت نفسي مش قادرة اصور. الخوص كان مرهق، كان مرهق، سوري، بعد الزاوية بتاعت الكاميرا. الخوص كان مرهق، ولكن قص القماش كان مرهق اكتر بكتير. طب قص القماش مرهق ليه؟ علشان فرداه على ترابيزة قصيرة وبقص، فلا قادرة اكون قاعدة والقماش قصادي، ولا قادرة اكون واقفة والقماش قصادي. طول الوقت متنية كده عشان اقص، ومركزة قوي عشان اشوف مقصش حاجة غلط. فستريسد بصراحة. حسيت ان انا مش قادرة احط فوق كل ده حمل كمان ان انا اظبط زاوية الكاميرا واصور واطلع كادرات واطمن ان الاضاءة كويسة وكل الكلام ده. كنت مش قادرة بجد ان انا افكر في اي حاجة غير ان انا اخلص العملية دي. بس انا عامة بعمل الكوليكشن الاول، واللي انا قصيته ده كان لاول منتج في الكوليكشن الاول. لسه في منتجين تانيين قماش. ده الميك اب باجز اللي انا قصيته، لسه فاضل اقص البطانه بتاعت كل قطعه. ميك اب باجز تمام، وفاضل لسه البادز كيس دي ما جيتش جنبها خالص، ما عملتش فيها اي حاجه. لسه كمان الريسلت اعتقد هتكون اخف حاجه، ما فيهاش بطانه بقى، ما فيهاش فايبر، وهي كمان قطعه اصغر بكتير واسهل بكتير، ما فيهاش عمليات صعبه. فيمكن اصور وانا بقصها، ويمكن اصور وانا بقص البادز كيسز كمان، مش عارفه لسه. بس ما اعتقدش ان انا وانا بقص البطانه بتاعت الميك اب باجز هصور برضو. مش قادره، وانا كده كده مش هقصها النهارده. بس بجد ظهري بيوجعني قوي من النص، الليفل النص ده. بفكر اقص على السفره، بفكر افرد القماش على السفره واقص، بس ده هناك عند باب الشقه، مش هيبقى في الاوضه هنا. هاخد المروحه معايا هناك. والله هي السيت اب بتاع القص هيكون اصعب، وفي حوارات ونقل حاجات، بس في نفس الوقت القص نفسه هكون مرتاحه وانا بعمله. ولا ايه؟ السفره برضو مش اعلى حاجه، يعني محتاجه حاجه اعلى من السفره. طب ليه ما اقصش على المكنه بجد؟ لا، المساحه بتاعه المكنه، المساحه الفاضيه اللي جنب جزء المكنه نفسها، الترابيزه المكنه فيها مساحه كده فاضيه، بس ممكن اقص عليها حاجه صغيره يعني، او حاجه سريعه، مش ان انا افرد قماش واقيس
واتاكد ان انا بقص كويس مستطيلات مظبوطه. لا مش هينفع. انا املي حاليا في السفره، ممكن اجرب ده بكره ان شاء الله. انا بكره عندي حاجه عامه، انا بصور النهارده يوم الحد، النهارده الحد بالليل، احنا اعتقد الساعه 1 او 2 بالليل دلوقتي. فبكره الاتنين في عرض هحضره في الجزويت ان شاء الله، ما عنديش حاجه غيره. فبكره ان شاء الله هقص البطانات بتاعه الميك اب باجز على السفره، ولو لقيت ان الموضوع كويس هجيب الاضاءه والحاجات وهصور وانا بقص البطانات ان شاء الله. بس that's for today. مرهقة جدا جدا جدا، ظهري بيوجعني جدا جدا جدا. انا عارفة ان الموضوع مرهق، بس ما كنتش اعرف انه مرهق للدرجة دي، او هو مرهق للدرجة دي عشان بقص على ترابيزة قصيرة. صح انا قلت كده؟ صح. يبقى انا مشتكيش، بس لا اشتكي والله العظيم اشتكي يعني. وانا بشتكي لمين؟ مش حد غريب. ف اتمنى ان اشوفكم بكره ان شاء الله. هو كده تحفة عموما، يعني مش لازم نشتغل عشان الأستاذة. يا كوكو عايزين نشتغل يا كوكو.
كده ابقى خلصت تقريبا نص الكمية. بقالي ساعتين وربع بشتغل. الساعة دلوقتي 2:15. 2:15. الساعة 2:15، يبقى انا بقالي ساعة وربع بشتغل. امال ليه حاسة كأنها ساعتين وربع؟ والله مروا عليا كأنهم ساعتين وربع. بقالي ساعة وربع بشتغل. الجو حر قوي، وانا الشعر ده مش متعودة عليه، ان انا يكون عندي شعر كده لدرجة ان هو حررني في قفايا. انا مش بتاعت الكلام ده. مبسوطة بصراحة باللي انا انجزته. النهاردة طول اليوم كنت برا، بشتغل بقى بالليل. بصراحة ما صدقت ان المكوك فضل المرة الثالثة. وتعبت بقى خلاص بقى، مع ان انا كنت عايزة اخلص كل الكمية النهاردة. انا خلصت اكتر من نص الكمية والله. 1 2 3 4 5 13 14. انا في 15، يعني قول ان انا خلصت 14 من 24. مش اكتر من نص الكمية بكتير. لسالي 10 قطع. ده الكويلتنج بس. لسه بقى نفس الكلام، تركيب سوسته ناحية، تركيب سوسته الناحية التانية، البطانة، الليبل، التقفيل النهائي، وقلب بقى كل القطع من وشها ظهرها. صح، ده انا كمان كل القطع بقى سايبة الاطراف اللي فيها دي. انا بصراحة كنت بنضف اول باول واقص وكده، بس حسيت لا، يعني ممكن ابقى بعملها انضف الخيوط دي وانا بتفرج على حاجة على الشاشة مثلا، ابقى قاعدة اتسلى فيها كده، يعني بدل ما تعطلني في الشغل على المكنة بقى كله تر ورا بعضه، وبعد كده اقعد انضف بقى وانا على الكنبة هنا، بدل الكرسي اللي مش مريح خالص ده. كفاية كده النهاردة. المكنة صديقتي. رجعنا للكنبة، صديقة الإنسان، صديقتي في كل الأوقات. عندي كلام صغير قوي عايزة أقوله في نهاية فلوج الأسبوع ده. أنا جاي لي شغل في الوقت اللي أنا بطلت أدور فيه على شغل، في الوقت بالظبط اللي أنا بطلت أدور فيه على شغل. انا بستعد عشان ببلش، عشان لانش غدا. اوكي، عشان اطلق اول كوليكشن في السمول بزنس بتاعي، وعمال اشارككم طول الاسبوع التطورات اللي بتحصل في السمول بيزنس، ومبسوطه جدا ومتحمسه جدا. نو واي ان انا اوقف شغل في السمول بيزنس بتاعي. هو اسمه كامله، وهنتكلم ان شاء الله في مره تانية على سبب الاسم ده واللي وراه وتفسيره ومعناه. فانا نو واي ان انا ابطل شغل في كامله، بس بفكر جدا ان انا اخد الشغل اللي جاي لي ده. انا بكره رايحه انترفيو الساعه 5 العصر ولا المغرب، العصر يعتبر العصر. رايحه انترفيو الساعه 5. الحلقه هتنزل في نفس اليوم بالليل، فلما الحلقه دي تنزل هكون انا خلاص روحت الانترفيو ان شاء الله، اللي هو الخميس يعني. هروح الانترفيو وافكر، يعني في اصعب الاحوال او في اصعب الاحتمالات لو انا خدت الشغل ده، شغلي في كاملة هيبقى ابطأ، بس مش هيوقف ان شاء الله. الكوليكشن هكمله وهنزله، مش في الوقت اللي انا
عايزه انزله فيه. انا كنت بصراحه نفسي ان انا اطلق الكوليكشن الاول يوم 1 اغسطس، بس كده بالشغل الجديد او من غيره مش هقدر ان انا اعمل ده. جالي نوتيفيكيشن وانا بصور وضغطت عليه بالغلط. كنت بقول انه في اصعب الاحوال شغلي في كاملة هيكون ابطأ لو اخدت الشغل ده، بس مش هوقفه خالص ان شاء الله. يعني مش بعد المجهود اللي انا بذلته والفلوس اللي انا صرفتها والحماس اللي انا اتحمسته والشوط اللي انا قطعته. كنت عايزه اقول حاجات على نفس الوزن بس ما ظبطتش معايا. ف anyways يعني هكون هنا وهنا ان شاء الله، او مش هاخد الشغل وهركز مع كاملة. انا ملاحظة ان انا اختياراتي في الاسامي بتبقى محتاسة. كاملة يعني حاسة لو في حاجة تالتة هسميها هتبقى زربونة، قلبوزة، منحازة، مكنسة، ممتازة. والله العظيم ده اسم حلو جدا، ممتازة. ممكن حد يعمل براند يسميه ممتازة. دي فلوج الاسبوع ده، متحمسة جدا لفلوج الاسبوع الجاي، او هنزل شورت في نص الاسبوع. انا ببقى عايزة انزل شورتس بجد بس بنسى، يعني وانا قاعدة على الكنبة كده بقول انا ما صورتش شورتس خالص الاسبوع ده، عايزة اصور شورت بس، وبعد كده بكمل يومي عادي. لو عجبكم الحوسه اللي انا فيها ولو عايزين تشجعوني ان انا اكمل، اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس واكتبوا لي كومنتات كتير عشان انا بحب الكومنتات قوي.